السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى أنا هعمل أكلة إيه؟ هعمل أكلة صيفية جميلة جدا بنحبها، زي ما احنا شايفين كده اللون الأخضر الجميل ده. هنعمل أكلة النهاردة كان عندي عرق لحمة، العرق دون قلت لي أنا هعمله بطاطس بالسلق والليمون، بتبقى جميلة جدا والأسرة بتحبها. ولو حابه انت تحطي ليمون، حابه مش حابه اعمليه في الطبق بتاعك، بس هو بطاطس بالسلق والليمون بتبقى جميله وخفيفه على المعده، وفي الصيف بتبقى جميله. يلا بينا على الفيديو نمشي خطوه خطوه مع بعض. بس استني، عايزين لايك، عايزين اشتراك في القناه، عايزين تفعيل الجرس، عايزاكم تبقوا معايا على طول. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده انا عندي كده عرق لحمه، قلت النهارده انا هعمل بيه اكله جميله جدا واكله خفيفه من غير صلصه من غير اي حاجه. هنعمل ايه؟ هنعمل بطاطس كده مكعبات كده، هنعملها بعد ما نسلق اللحمه طبعا. وهنا ايه ده بقى؟ ده سلق، هنعمل سلق وليمون، ومش هعمله في الكبه، انا هدقه في الهون بتاع ماما هون. بس الاول هنسلق الاول اللحمه. اول حاجه بنحط زيت الذره، انا بعملها بزيت الذره، حابه انت تعمليها بالسمنه تعمليها بالزبده حسب راحتك انت. بعد كده بحط ورقه لورا وبحط حبهان ومستكه، ده لازم طبعا. وبعد كده بحط اللحمه. طبعا هنا حطينا الميه زي ما احنا شايفين كده. وهنا عملت ايه؟ عملت هنا البصله عليها رشه فلفل، رشه كمون، رشه ملح، بس انا مش هحطها دلوقتي. ليه مش هنحطها دلوقتي؟ علشان بعد ما تغلق كده خدها 5 دقايق احنا هنضيفها. ما تضيفيش اي بصله سوى فراخ سوى لحمه، مش شرط اللحمه، ما تضيفهاش على طول. ليه؟ لان علشان لما بتيجي تعمل ريم ولا كده ما تبقاش مسوده من فوق، فلازم الاول نخليها تغلي بتاع 5 دقايق 7 دقايق واحنا كده محضرينها. ولازم تحط لها رشه ملح علشان البصله تحتفظ بقوامها وتحتفظ ايه بريحتها، يعني ما تتغيرش ريحتها. كده هنغطي على اللحمه ونسيبها تستوي شويه قبل ما نحط لها البصل 5 دقايق، وبعد كده نحط البصل. كده اللحمه استوت. هنا طبعا بنغسل البطاطس غسيل كويس جدا، يعني غسلت اي واحده ست بيت كده. لازم تغسل الخضروات، السلق ان كان اي خضروات لازم تتغسل. احنا غسلنا البطاطس اهي، هنحطها فوق اللحمه. طبعا كده حطينا البطاطس وحطينا الملح. هنعمل ايه بقى تاني عقبال ما البطاطس تستوى؟ هنعمل السلق والليمون. هنا معلقه توم، طبعا لو انت عندك توم سليم ممكن تقطعيه قطع صغيره وتحطيه فوق السلق. ما عندكيش، انا خدت توم من الفريزر وهعمله كده. حطيت التوم اهو فوق السلق، وهنحط ايه رشه زيت كده في المقلايه كده، وهنعمله لغايه هتحسي امتى ان هو بقى يعني حلو وهيتدق كده. انا بحب ادقه في الهون زي يعني جدتي بالظبط، جدتي معلمه ماما، وماما اتعودنا ان هي بتدقه في الهون. لازم يخرفش معاكي في المقلايه قبل ما تطلعيها. لازم نحطه كده في المقلايه كده، ولازم يخرفش معايا في المقلايه، يعني لازم يخرفش معايا في المقلايه بحيث ان كده ايه يعني بيخرفش معاكي كده، وبيدي صوت كده ان هو خلاص انت هتدقيه او انت هتعمليه في الكبه حسب ما تحبي. زي ما احنا شايفين كده هنطلعه من المقلايه بالمنظر كده. دون لازم يكون محمص خالص، ما ينفعش يطلع طري علشان مش هينفع يتعمل حتى في الكبه ولا في الهون لو طلع طري. فلازم زي ما احنا شايفين المنظر كده لازم يطلع نفس التحميصه دي عشان يتدق معاكي. انا بحب ادقه في الهون لان دي وراثه، يعني بيبقى جميل جدا. وغير كده اخداه من والدتي، هي علمتنا ان احنا نعمله. هندقه مع بعض كده وهنحطه فوق البطاطس. البطاطس كده زي ما احنا شايفينها كده استوت. هنقوم نحط ايه؟ هنحط السلق. طبعا سميناه السلق والليمون، اللي عايز يحط ليمون في الحله اهلا وسهلا. وفي ناس ما بتحبش الليمون، فانت ممكن تعصري في الطبق بتاعك زي ما احنا شايفين كده السلق. بسم الله ما شاء الله. يعني في ناس ما بتحبش الليمون، بس هو المفروض تحط ليمون. فاحنا اللي ما بيحبش الليمون ده احنا ممكن نحط السلق الليمونه نعصرها واحنا وقت الغداء يعني عادي. اكله خفيفه جدا ولازم يكون متحمص، والا مش هيعرف يديكي لون خالص، هيبقى معجن، وهتبقى البتاعه مش مدقوقه كويسه او مطحونه كويسه، تبقى فيها زي ما تكون ايه
بخرط كده لسه خضره زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا انت حاطه الملح بتاعك كده، احنا وصفنا كده عليها. بسم الله ما شاء الله. حابه ان انت تعصري عليها ليمون تعصري، مش حابه ساعه الغدا ممكن اللي بيحب الليمون ممكن يعصر على الطبق بتاعه كده، تبقى احلى اكله جميله جدا، اكله مغذيه واكله صيفي بعيد عن الصلصه شويه. طبعا انت لو انت عاينه التوم في الفريزر، طبعا التوم بالعين وفيه ملح، خدي بالك من النقطه دي. على النار صوص يعني، خدي بالك من الملح بتاعك، لان هو الملح طبعا احنا عارفين كتره بيبوظ الاكل، طبعا قلته ممكن نتحكم فيه، وهوريها لكم بعد ما اخلص. الله 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 الله. وبكده يا حبايب قلبي اكون خلصت احلى سلق وليمون باللحمه الضاني. طبعا هنا بقى طبعا في عندي جزء بيحب الليمون وفي جزء ما بيحبش. كده انا عصرت كده على الليمون. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اكله سهله جدا والله العظيم، ما بتاخد يعني وقت منك، بتبقى جميله جدا وبتبقى غريبه في نفس الوقت وبعيده عن الصلصه، وبتاخد اللون المخضري كده الجميل. ونعمل جنبها بقى؟ هنعمل جنبها شويه رز مفلفل كده، وهنجيب البطاطس كده على الرز كده. الله 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 الله. مع اللحمه الضاني. طبعا العرق ده كان جميل جدا وما بياخدش سوي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وشايفين شربتاته، شايفين الشوربه بتاعتها جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، ما بتاخدش اي وقت والله، جميله جدا. ولو مشيت على الفيديو بتاعي يعني هتعمليها على طول بالطريقه، وطريقه سهله جدا. ولو عندك اي مريض في البيت الاكله دي بتبقى مستحبه ليه، بتبقى جميله جدا. واتمنى انها تكون كده عجبتكم يا رب كده، وعايزاكم دايما معانا ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.